اتعود تمشي لوحدك. جه حد معاك يبقى هنتونس وهنمشي نفس الطريق اللي همشيه لو كنت لوحدي، ولو الحد ده ما بقاش موجود في حياتي هفضل ماشي لوحدي. سافر لوحدك، روح الجيم لوحدك، اتفسح لوحدك، روح السينما لوحدك، اشتغل لوحدك. ما تربطش اللي بتعمله في يومك بالشخص اللي معاك، او ان ازاي هعملها لوحدي. عادي جدا ما تعملها لوحدك، ايه المشكلة؟ عايز اقولك ان الرحلة في جزء كبير منها في حياتك علشان تحقق لحاجة معينة او توصل لبوينت معينة. الرحلة هتكون فردية تماما، هتكون معتمدة على قراراتك وعلى اللي بتعمله في يومك لوحدك، مش بالناس اللي معاك. لان هيجي عليك وقت في خطوات نجاحك او خطوات انك توصل للحته اللي انت عايزها هتلاقي نفسك لوحدك. فما تستغربش وما تقولش انا ليه لوحدي، ليه صاحبي مش معايا في الوقت ده، ليه مش عارف اخواتي مش عارف ايه، ليه اهلي. عادي يا حبيبي، ايه المشكله؟ ما تربطش نجاحك وخطواتك في حياتك بالشخص اللي معاك واللي بيرافقك في رحلتك. لو موجود اتس اوكي زي الفل، هكون مبسوط. مش موجود همشي لوحدي. ربنا يوفقك.